السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل القراص الطريه بالعجوه مع بعض بطريقه سهله جدا. تسويتها هنعرف ايه سر تسويتها المظبوطه جدا، ازاي تبقى مستويه وكويسه وطريه في نفس الوقت. هنعرف ايه السر في كده مع بعض. طبعا ان شاء الله احنا داخلين على السحور وعلى رمضان باذن الله، والولاد طبعا ما بيقدروش يصحوا يسحروا بالليل زينا كده. فاحنا لو ادينا لهم واحده من دي يسحروا بيها ما شاء الله هتفضل سادة معاهم طول النهار وتشبعهم بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. ممكن كمان تحطها لهم في بوكسة المدرسة، بتبقى مفيدة جدا وجميلة جدا معاهم، والطفل يمسكها كده وياكلها، مفيش حاجة حشوة ولا حاجة تقع من ايه، من السندوتش بتاعه. شايفين طراوتها وهشتها؟ شايفين الحشوة بتاعتها متوزعة بطريقة جميلة جدا ازاي؟ يلا نشوف كل أسرارها وتكاتها مع بعض ونبتدي. بسم الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوباية لبن قاطع. طب انا ما عنديش لبن قاطع، هجيب لبن كيلو لبن حليب واحط فيه معلقه خل، في ثواني هيروب معايا. طب ما عنديش ده ولا ده، عندي زبادي هحط زبادي. ما عنديش زبادي برضو ممكن اعجنه بكوبايه ميه واحط عليها اعززها بمعلقتين لبن بودر، ده لو عندي. هحط على الكوبايه بتاعتي دي ايه، معلقتين سكر، معلقه خل، وده سر طراوتها الهشه الجميله، وخليه هش كده وجميل. وهنشوف برضو ايه الاسرار اللي تخليها الاسرار التانية اللي تخليها طريه معانا. حطيت الخميره ومعلقه خل ومعلقتين سكر، وحطيت الكلام ده كله يخمر كده مع بعض، ونختبر الخميره بتاعتنا. نجيب المواد الجافه. هنجيب نص كيلو دقيق بما يعادل 4 كوبايات، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، كيس فانيليا بما انها نوع من الحلويات فهنحط عليها كيس فانيليا، ريحتها هتبقى حلوة جدا. ده لو عندك، ما عندكيش خلاص ما توقفيش نفسك على حاجة، الموجود عندك اعملي. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كده. بس يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ونشير الفيديو يا حبايبي عشان الكل يستفاد ان شاء الله. هنجيب المواد السائلة بتاعتنا، ونسيت اقول لكم ان لازم تكون كوباية اللبن دافية. ان انت شايفين الفقاعات دي دليل على ان الخميرة ايه، ناجحة معايا. هحط عليها تلت كوباية سمنة. ما عنديش سمنة، عندي زيت هحط زيت. طب عندي شوية سمنة على شوية زيت هحط سمنة على زيت، المتاح عندي هعمل بيه. هبتدي احط المكونات بتاعتي كلها على بعضها واعجن فيها. من اسرارها بقى مدة العجين اللي هتعجنيها فيها. عندك عجان حبا يا زين فهتريحي نفسك كتير، ما عندكيش عجان هتعملي زي كده وهتبتدي تعجنيها وهتشوفي اسرار عجينها مع بعض. خليكي معايا. اسرار العجين واسرار التسويه مهمه جدا معانا. هنبتدي ايه، قلبناها كده بالسباتوليا، وهنستخدم ايدينا بقى، خلاص مش هينفع نستخدم الاسباتوليا تاني. هنقلبها كده مع بعض، نشرب بس المواد السائله بالمواد الجافه، ونشوف هتحتاج لبن قاطع قد ايه، او ممكن تكملي بميه، يعني ممكن تحطي كوبايه لبن وكوبايه ميه. عندي كمان كوبايه لبن قاطع كده، انا كان عندي لبن وقطع، وانا بفرح جدا لما اللبن بيقطع معايا، بستخدمه في المعجنات بقى بيبقى تحفه معايا. هبتدي احط شويه بشويه، معلقتين بمعلقتين كده على الدقيق، علشان ابقى انا اللي متحكمه في العجينه، عشان العجينه ما تطراش قوي مني وانا ما اعرفش اتحكم فيها. ممكن ما يكونش عندي دقيق، ممكن ما اعرفش اتحكم فيها، فخليني احط معلقتين بمعلقتين كده واشربهم وارجع تاني احط غيرهم لغايه ما الدقيق كله يختفي زي ما انتم شايفين معايا كده. العجينه بتاعتي تبقى ايه، تبقى طريه كده، مش طريه قوي ولا متماسكه قوي، يعني عجينه متوسطه كده حلوه ناعمه كده زي ما هتشوفوا معايا في الاخر. شايفين ما شاء الله العجينه عامله ازاي؟ افضل اعجن فيها لغايه ما تبقى زي الاستيك معايا كده، تبقى ناعمه طريه ما بتلزقش في ايدي ولا حاجه، وبتبقى طريه كده وجميله. ده سر من اسرار برضو طراوه القرصه معايا. لما تبقى العجينه طريه وحلوه وناعمه، تبقى القرصه طالعه طريه معايا وهشه. وطبعا معلقة البيكنج باودر دي هي كمان سبب الايه، الهشام بتاع العجينة وطراوتها. هخليها ترتاح معايا كده. انا بصراحة بحب اخمرها مرتين. انت عايزة تخمريها يعني تخليها ترتاح 10 دقايق وتقرصيها على طول او تشكليها على طول. بس انا لما بتخمر معايا بحس ان فيها بركة كده وبتكتر العجينة، بتكتر معايا. علشان كده انا بخمرها مرة اولى وبخمرها مرة تانية. معايا بقى، كان معايا عندي كمية بلح كده من شهر رمضان اللي فات، كل سنة وانتم طيبين. وبما ان انا جبت بلح جديد بقى اللي هو اللي بيتاكل ده، مش اللي بيتبل،
البلح اللي في العلب ده، فكنت شايله دول في الفريزر، فقلت اطلعهم ايه اعمل بيهم شويه ايه قرص كده. خدتهم بقى جيت اضربهم في الكبه، بصراحه ما اتضربوش معايا. عملت ايه، حطيت الطاسه على النار وشممتهم، بس النار سخنوا معايا كده، لقيتهم ساحوا معايا، ما غيبهمش على النار عشان ما يجلدوش، لقيتهم ساحوا معايا. حطيت عليهم معلقه سمنه ورفعت من على النار بسرعه، يعني ما قعدوش دقيقتين على النار بالظبط. وبدات عجنتها بايدي وشكلتها كور زي ما انتم شايفين كده، حجم الكوره ايه قد الليمونه بالظبط. تمام كده. معايا العجينه بتاعتي بعد ما خمرت بقى سبتها اختمرت خالص، وملت البوله بتاعتي. معايا الصينيه بتاعتي عدينا شويه زيت وافضي فيها العجينه، ما فرغتش الهواء كله، لا ما فرغتوش، انا بس فضيتها كده فين على الصينيه بتاعتي عشان اعرف اتحكم فيها وانا بشكلها. هشكلها ازاي، هشكلها قطعه اكبر من العجوه اللي انا مشكلاها شويه، علشان تاخد قطعة العجوة اللي معايا. هنشوف مع بعض هنشكل العجوة ازاي وهنحشيها في العجينة بتاعتي ازاي. شايفين العجينة طرية جدا ازاي، زي الملبن، طرية كده وناعمة وتحفة. دي يعني كل دي تكات واسرار من نجاح القرص بتاعتي، العجينة والمكونات بتاعتها وسر التسوية كمان هتشوفوه في الاخر. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وايه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديوهات دي يا حبايبي عشان كلنا نستفيد من بعضنا. تمام كده. معايا الصينيه تكون ناشفه خالص، انا مش دهناها زيت ولا حاجه، جايبه الصينيه بتاعتي كده بس تكون ناشفه، اهم حاجه ما يكونش فيها ميه، لو فيها ميه العجينه هتلزق معايا، القرص بتاعتي هتلزق معايا في الايه في الصينيه بتاعتي ساعه السوا. لكن طول ما هي ناشفه كده لا ما تدهنهاش زيت ولا حاجه، بس ان شاء الله مش هتلزق برضو ولا حاجه. هفرد العجينه كده واركز على الاطراف شويه واسيب القلب بتاعها ايه عالي شويه كده. وهبتدي اعمل العجوه، قطعه العجوه افردها بس تكون اقل من العجينه شويه. شايفين عامله ازاي؟ ابتدي بقى اشد من العجينه كده واقفل عليها، ما تنيش او اخلي العجوه تتلم معايا من جوه. تمام. هعملها كده على شكل العجويه بالظبط، هتبقى مفروده معايا وهي ايه مش شكلة جاهزة كده. بس اهم حاجة اقفلها كويس جدا جدا من ورا كده عشان العجوة ما تنطرش مني ولا تسيح ولا تنزل من القرصة بتاعتي. لقيتها تخينة شوية هضغط عليها عشان العجوة تتفرد معايا والقرصة تتفرد معايا برضو، يعني ما اعملش القرصة كده من فوق وايه واسيب العجوة جوه، لا اضغط عليها عشان العجوة تتفرد مع القرصة بتاعتي. هبتدي بقى اعملها بالشكل اللي انا عايزاه. الشكل ده بصراحة الوردة ده عاجبني جدا، فببتدي اقطع بالسكينة اتنين قصد بعض كده، واعمل بين الاتنين دول اتنين تاني، يعني بتبقى 6 قطع 6 فتحات كده عشان تبقى شكل الوردة كده شكلها جميل زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو كده. الشكل ده تحفة جدا، وممكن تفتحيها من فوق كده زي ما وريتك برضو في اول الفيديو. بس اهم حاجة يا بنات التسوية بتاعتها، استني معايا علشان تشوفي طريقة التسوية بتاعتها وازاي تطلع طرية معانا كده ايه ساعة التقديم. هنفرد كمان واحدة كده بالراحة، هنفردها شوف تتفرد معايا، انا ما سبتهاش تريح ولا حاجة، يعني 5 دقايق عشان خمرنا كويس في الاول، فما شاء الله ارتاحت معايا بسرعة. فهبتدي افردها كده وافرد العجوة برضو زي ما انتم شايفين معايا كده. العجوة طبعا مسكت معايا علشان الدنيا شتا، بس ما بتتحط في الفرن بقى بتبقى سايحة وتحفة كده. هبتدي شايفين انا فردتها ازاي، اشد بقى من العجينه كده واقفل عليها، اشد واقفل عليها، ما تنيش العجوه معايا وانا بقى ايه وانا بلم العجينه. شايفين كده بالشكل ده كده، بس اقفل العجينه كويس جدا جدا واتاكد انها مقفله جدا جدا من تحت. طبعا انا هقلبها، ابتدي اقفلها كويس جدا جدا واتاكد ان العجوه معايا مفروده كلها، مش متنيه معايا ولا حاجه. التشكيل بتاعها اهو، واحدة قصد واحدة عشان ما تلخبطش، وبعد كده اعمل 2 من النص على مسافة متساوية، ادي واحدة وادي التانية، وبعد كده هلفها واعمل كمان 2 الناحية التانية عشان تبقى مظبوطة معايا وشكلها حلو معايا وشكلها متساوي كده وحلو، وتعجب الولاد جدا ما شاء الله. لو حطها في اللانش بوكس او في السحور هتبقى حلوة جدا، يعني لو اديتها لابنك مع كوباية لبن ما شاء الله في السحور دي تكفيه، يعني تكفيه طول النهار. عشان طبعا في اوائل الايام دي في اوائل الصيام، يعني كل سنة وانتم طيبين، فالولاد المعدة طبيعي ما بتبقاش واخدة على الاكل، فالولاد بيبقى صعب عليهم جدا انهم ياكلوا ويشبعوا. كده شكلت الصينية بتاعتي، يعني الكمية دي النص كيلو ده ما شاء الله عمل صينيتين معايا. الصينية دي هسيبها بقى ترتاح معايا قد ايه لغاية ما حجمها يتضاعف، على حسب انتي مغطياها ازاي وحطاها في مكان دافي ازاي.
فلما تحسي ان الكميه بتاعت الحجم بتاعها اتضاعف، فبتبتدي ايه تخبزيها. ماشي. انا معايا معلقتين 2 لبن بس، ومعايا بيضه كامله او صفار بيضه لو عندك، بس انا حطيت بيضه كامله عشان استخسرت بصراحه البياض. فهبتدي افرده عليها كده، واخد بالي ما ينزلش مني من الصينيه ولا حاجه عشان ما يتحرقش. زي ما انت شايفه كده هفرده بالفرشه بالراحه خالص. ده بقى بيساعد على اللون الذهبي الجميل اللي طلع معانا في اول الفيديو ده، بيخلي لونها ذهبي كده وجميل. طب والله انا خليت واحدة سادة، انا عملت طبعا 3 4 سادة كده، العجوة بتاعتي كانت خلصت. خليت واحدة ما دهنتهاش من الوش ده، طلعت ما شاء الله حمرا، وانا هوريها لكم في اخر الفيديو عاملة ازاي. ما تفرقهاش عن اللي انت دهناها، تحفة، عشان العجينة بتاعتي مظبوطة والمقادير بتاعتها مظبوطة. معايا شوية سمسم كده احطهم في النص كده، هفرض على كل واحدة شوية كده، واضغط عليها بالراحة بصباعي كده علشان ما تقعش معايا ساعة التسوية. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين معايا كده. عملت ايه بقى؟ ولعت الفرن. انا مولعه الفرن بقاله يعني 10 دقايق كده، يسخن كويس جدا على درجة الحرارة 200 او 220. هحطها في الرف اللي تحت خالص. لو عندي الفرن بيولع لوحده، لو بيولع الشواية والفرن مع بعض فبولعهم عادي جدا. طيب ما بيولعش، بيولع من تحت، هسيبه يولع من تحت، احط من تحت لما احس انها دخلت في السوا، وارجع ارفعها على الشبكة من فوق واولع الشواية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة تحفة، طرية بقى وجميلة، هشة خالص من جوه. الحشوة بتاعتها شايفين التسوية من تحت ومن فوق تحفة. الحشوة بتاعتها طلعت مظبوطة جدا ومفرودة جدا. دي الصينية التانية اهي، عشان بس بقول لكم ان انا سبت واحدة. شايفين دي اي من غير دهان والله على الوش خالص ولا حاجة، وطلعت حمرة زيها زي التانيين بالظبط. يعني لو ما عندكيش بيضة وما عندكيش لبن ممكن تعمليها، هتبقى كويسة جدا برضو معاكي. هبتدي بقى ارصها في الطبق كده، وهتشوفي بقى الايه الهشاشه بتاعتها والتسويه بتاعتها المظبوطه جدا. شايفين شكلها يفتح النفس بسم الله ما شاء الله ازاي. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه اهم حاجه، ولايك يا حبايبي عشان الفيديو يرتفع، واشتراك في القناه طبعا، وتشرفوني وتنوروني. وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. وشايفين الجمال عامل ازاي. وبألف هنا وشفا يا رب للي أكل، وألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بس عايزه اقول لكم على حاجه، لو طلعت ناشفه معاكم من الفرن ما تقلقوش، غطاها في فوطه او باي حته قماشه عندكم، هترجع طريه وتحفه زي ما انتم شايفين في ايدي كده. تحفه طريه خالص ومستويه، السوا بتاعها مظبوط جدا. بس اتبعي نفس الخطوات اللي انا سويت فيها، وهتبقى ان شاء الله حلوه معاكم باذن الله، وتعجب ولادك ان شاء الله. وبألف هنا وشفا ان شاء الله. يلا بقى ديت بقى الايه القرصه اللي انا قلت لك انها ما دهنتش وشها. شايفين لونها احمر وجميل ازاي، زيها زي التانية. يعني ما عندكيش لبن او بيض فما تكلفيش نفسك ولا تعملي حاجه، اعمليها بس بنفس الطريقه دي كده، وهتطلع حمرا وجميله وتحفه ان شاء الله من ايديكي، وتشبعي اولادك. وربنا يبارك لك فيهم يا رب، يوسع ارزاقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.